السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا إخوان أينما أنتم أينما كنتم، أهم شيء تكونوا تحبوا طارق حسون. فيديو اليوم يا إخوان وهو عبارة عن سؤال: هل بدأ موسم الإنتاج عندي داخل السلاكة؟ السلاكة جديدة. طبعا أنا نزلت فيديو كامل عن السلاكة يا إخوان الجديدة، اللي بحب يشوف السلاكة وكيف صنعتها وكيف عملتها بيرجع الفيديو اللي قبل هذا يا إخوان وبشاهد الفيديو. طبعا بنرجع لعنوان الفيديو هذا يا إخوان، هو هل بدأ موسم تزاوج عندي داخل السلاكة؟ الجواب بفضل الله والحمد لله رب العالمين، نعم بدأ موسم التزاوج عندي داخل السلاكة. طبعا أنا وياكم الحين إن شاء الله راح نقوم ونشوف أعشاش الحسون عندي داخل السلاكة. تاريخ تسجيل الفيديو هذا يا إخوان خلينا نشوف لكم التاريخ دقيقة بس. بسم الله. 6 أبريل، يعني 6/4. طبعا الحمد لله رب العالمين. خلينا نشوف أنا وياكم أول أعشاش الحسون، أول عش يا إخوان على هذه الشجرة. هي شايفين هي الحين أنت بتطلع من هان. هي طلعت يا إخوان الأنثى. طبعا العش الأول يا إخوان بسم الله تبارك الرحمن عبارة عن 4 بيضات حسون. طبعا هنا يا إخوان كان في اللهم صل على محمد 5 سقطت بيضة ما بيضتها خارج العش، وهذا أحد المشاكل أحيانا بتواجه كل المربين. هاي بسم الله ما شاء الله في 4 بيضات. طبعا سبحان الله طلع عش بنتها. أنا طبعا هذه من الهندباء، اللي هي هذه الهندباء هي يا إخوان من الهندباء. كنت واضع بعض الهندباء ونشفن ووضعت عشها على هذا. طبعا كان مغطية، أنا جبت مغطية بالهندباء بس أنا ذبلت ونشفت فوضعت محلها إيش اللي هو الورد الاصطناعي أو يعني الشجر الاصطناعي حتى إنه يغطي العش. هذا العش الأول بسم الله تبارك الرحمن. خلينا ننتقل وياكم يا إخوان على عش آخر. بسم الله. طبعا العش هنا يا إخوان فيه فراخ. بسم الله نحاول أصحي لكم إياهن. شايفين تبارك الرحمن. طبعا فيه 5 فراخ. طبعا هذول مش كلهم من نفس الأنثى، 3 من نفس الأنثى و2 جبت بيضتين يا إخوان. الأنثى ظلت عندي بس يعني على بيضتين، هي باضت أتوقع 3 وما نفعش إلا بيضتين فوضعتهن داخل العش هذا يا إخوان، حتى إني ما أخلي الأنثى هذيك راقدة على بيضتين فقط. فهذا الشيء يعني هذا الشيء جيد اني اكون عارف وقتيش الفراخ عندي، اكون مترخ تواريخ يعني الفراخ حتى اني او البيض حتى اني اعرف وقتيش احط البيض مع بعضها. فهنا فيه يا اخوان العش هذا طلعوا كيف في 5 بيضات، 3 بيضات وبيضتين خارج هذا. الحمد لله ال5 فقسن. فانتقل انا وياكم يا اخوان على عش اخر. والعش الاخر يا اخوان على هذه، شايفين على هذه الشجره او الورده. طبعا بس مش ما في اشي السعان منعم بس مش بايضه فيه. خليني كمان ننتقل على عش اخر اللي هو العش الرابع باذن الله. طبعا يا اخوان اي واحد بيعجبه اشي يا ريت يقول بسم الله تبارك الرحمن. والعش الاخر يا اخوان اللي هو الرابع هي على الانثى هنا شايفين. طبعا هاي في بيضه، فيها بيضة داخل العيش. طبعا بيضة هذا بدي الكسرها بنسى معاكم. طبعا هذه بيضة يا اخوان اصطناعية. طبعا انا بسحب البيض وبضع بيض اصطناعي على البيضة الرابعة، برجع البيض كله مع بعضه حتى يفقس الفراخ في عمر واحد تقريبا. يعني بضل اذا باضن 5 الخامسة بتفقس بعدهم بيوم. فذلك يا اخوان بضع بيض اصطناعي. هاي يا اخوان نرجع البيضة الاصطناعية لمكانها. خلينا ننتقل وياكم العش اخر اللي هو العش في هنا على هذه الوردة أو على هذه الشجرة. بس أنا خليني أجيب السلم حتى إني أستطيع أو أصور لكم إياه. هاي يا إخوان طالعين على السلم. وهذا يا إخوان بسم الله ما شاء الله 3 فراخ. طبعا كان 4 فرخ مات منهن، لقيتها مرمي برا، ممكن يكون ضاعف في مشكلة معينة. فهذول يا إخوان صفى عنا، أحاول أصحيهن بس شايفين صفى عنا 3 فراخ. بسم الله تبارك الرحمن. طبعا خلينا ننتقل على عش آخر يا إخوان. بسم الله خليكم معايا. ننتقل على عش آخر اللي هو هاني يا إخواني، هحاول أصور لكم إياه، اللي هو فيه 4 بيضات. شايفين 4 بيضات حسون. هذا العش آخر. بسم الله تبارك الرحمن. طبعا هذه يا إخوان بعض أعشاش الحسون اللي عندي. نسأل الله لنا ولكم البركة
فيما رزقنا. إذا أعجبكم إشي يا إخوان داخل السهلاكة وفي الفيديو يا ريت تقول بسم الله تبارك الرحمن، وما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.